امي لا خلاص دول تبعنا تبعنا. صمت ليه يا حبايبي؟ ايوه الناس دي بتتكلم كده ليه؟ والله مش عارفه، لقيت ان في لغه جديده بتحصل حواليا مش عارف الحمد لله بتشتمني وبتقفل في وشي، بس انا يعني مكمله. ده لغه هم اخترعوها هم بقى كجيل، حاجه اسمها مثاليه، لا زمان ولا دلوقتي ولا هيحصل في يوم من الايام. مش عارفه، انا حاسه انها كلمه دمويه قوي. احنا كبرنا بس احنا مش هنصدقها. يانينا وصدقيني. ايوه احنا في الدلولو؟ الدلولو از ذا سلولو دلولو يستسلم. والله لذيذ. طب انا انتوا مش عارفين اخر التسعينات يعني انتوا معانا. طب حلو جدا الكلام. زينا يعني. طب حلو، مستغربين بقى. هنعلم على الجيل ده، هنعلم. بص عارفه حاجه، انا كنت متاكده انتوا هتعرفوا دي على فكره كده برضو. السلام عليكم. في مرحله كده الام بتبقى واقفه مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليها. ابنها بيتكلم عادي بس هي مش قادره تفهمه. حست كده ان هي outdated ومش فاهمه هي ليه ممكن تكون outdated، اصلها برضو لسه صغيره. امبارح كنت قاعده مع ابن اختي وكان بيتكلم مع اخته الصغيره. ابن اختي ده عنده 11 سنه. لقيته بيقول لها ما تبقيش NPC. هنا انا تنحت شويه. يعني ايه NPC؟ طلعت دي كلمه ومصطلح دارج. هنا انا حسيت ان انا مش فاهمه الجيل ده. يعني احنا يا دوب لسه بنحاول نفهم يعني ايه جين زي، طلع لنا بقى كمان جين الفا. فقلت ما بديهاش. النهارده احنا لازم نجيب خبيره قامت بحمله علشان تنقذنا كلنا، وسمتها حمله اعرف ابنك وعلم عليه. اصل احنا مش سهلين برضو. جبت لكم النهارده فيروز يسري، صاحبه حمله اعرف ابنك وعلم عليه. ازيك يا فيروز، عامله ايه؟ ازيك يا نسمة، اخبارك ايه؟ انا مبسوطه جدا انك معايا النهارده. انا كمان والله. انا عايزه اقول لك انك عملتي حمله بتساعدنا كلنا ان احنا نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا. والله احنا بنحاول نفهم ايه اللي بيحصل، فعلا الموضوع صعب جدا. ايوه. الناس دي بتتكلم كده ليه؟ والله مش عارفه، يعني فعلا فجأة لقيت ان في لغة جديدة بتحصل حواليا. فجأة وانا قاعدة لقيت ولادي بيتكلموا كلام انا مش فاهماه. يعني انا كنت فاكره في الاول ان ده انجليزي وانا جاهله مثلا او حاجه، بعد كده اكتشفت ان ده مش انجلش ولا عربي ولا اي بالظبط. حاجه. ده لغه هم اخترعوها هم بقى كجيل كله. وازاي انتشرت كده؟ يعني الانترنت والسوشيال ميديا ما خلاش الحاجات بقت بسرعه وبتتغير بسرعه جدا. انت عارفه انا اللي مضايقني ان احنا اللي عملنا السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا دي كانت اختراعنا احنا، واحنا اول ما استخدمناه، ومع ذلك هم برضو they dominated وهم اللي بقوا يدخلوا المصطلحات دي. يعني فاكره احنا زمان لما كنا بنقول ده ولد روش، ايوه دي بنت طبعا. روشه. روشه طحن كمان مش طب روشه عادي. شفتي؟ من روشه لرز. ايوه طبعا. اختلاف. بصي، هو كل جيل بيبقى ليه الكلام بتاعه، ده طبيعي. يعني احنا واحنا صغيرين برضو كان لينا كلامنا، بس هم علشان الموضوع منفتح قوي مفيش بقى خلاص حدود زي زمان، فتلاقي ان الموضوع بيكبر وبيوسع والكلام كتير وكلهم عارفين وكلهم بينزل في نفس الوقت. صح. وفي ثانية كل الناس، مش بس في مصر، ده يعني اكراس بقى في كل دول العالم هتلاقي كل الناس بتتكلم نفس اللغة. فعشان كده احنا لازم نواكب، احنا كده مش هنبقى فاهمين حاجة. لا صح. يعني فعلا هتلاقي ولادك قاعدين بيتكلموا انت مش فاهمه اي حاجه من اللي بيقولوه. ده حقيقي. فخلاص لازم بقى تواكبي وتعلمي عليهم عشان تبقي عارفه. ده اساسي. يعني ايه NPC بقى؟ NPC دي كلمه بيقولوها وهم عايزين يوصفوا انه انت ما بتعرفش تلعب جيم، يعني ده مينلي في الجيمنج يعني. اوكي. فانت ما بتعرفش تلعب، انت عامل زي الروبوت. فليها بقى كذا كلمه، ليها نوب، ليها بوت، ليها ام بي سي تقريبا اجدادهم يعني. فلما بتقعد مع حد كده يقول لك لا اصل انت NPC اللي هو عامل زي الروبوت، يعني كاني بلعب نفسي يعني NPC دي بيندرج تحتها كلام تاني، يعني هي مش كلمة بس. هي يعني هي شبه كلام، يعني في كذا مصطلح بنفس المعنى بس كلهم بمعنى يعني ان انت ايه، انا قاعد بلعب مع نفسي او انت روبوت او انت مبرمج كده يعني. اوكي، ده كلام جميل بيقلوا جدا. من بعض بالطريقه دي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، بما انك انت ام وبتعاني زي ما اغلبنا بيعاني دلوقتي، ايه الادوات اللي المفروض تكون عند اي ام دلوقتي؟ لا هي مش ادوات، هو اي ام دلوقتي لازم تبقى بتسمع ومش بتسمع وتعدي. يعني احنا خلي بالك احنا اختلفنا برضو، يعني الامهات اختلفوا عن زمان. بالظبط. يعني اهالينا زمان كانوا يعني بيسمعوا ويطنشوا، يعني مش فارقه معاهم قوي احنا بنقول ايه، لانه برضو الدنيا كانت محدوده. يعني انت كان كل علاقتك باصحابك اللي في المدرسه، بولاد خالتك، يعني فما فيش قلق قوي. دلوقتي لا، الدنيا مفتوحة جدا جدا جدا، وبقوا عندهم علاقات بناس ما بيشوفوهمش، بيتكلموا مع ناس تشاتنج مع ناس في جيمز من بره ومن جوه. لا فانت لازم تبقي قاعده وسامعه وفاهمه ايه اللي بيحصل وفاهمه الكلام ايه،
وتحاولي على قد ما تقدري ان انت تواكبي العصر، تعرفي الجيمز اللي بيلعبوها، تعرفي الشانلز اللي بيشوفوها، علشان تبقي فاهمه ايه اللي بيتعرضوا ليه. فلازم اي تبقى بتسمع ولادها كويس قوي، بتتكلم معاهم، بتسالهم ايه ده، او بتسال من وراهم ايه ده. يعني لازم نبقى فاهمين. ده مهم جدا. طبعا. ونكون بنتكلم بلغتهم برضو علشان ما يحسوش ان في فجوه بيننا وبينهم، ايوه نكون طبعا. بالنسبه لهم. عشان كده الحمله اللي انت عملتيها على فكره يعني من اكتر يعني اللي بتشاهد وبتشجع ايوه. الحمله دي، وبتعلم منها كتير. وبقف بقى اتمنظر بقى لولاد اختي اقول لهم ايوه انا فاهمه انا على فكره فاهمه على ومعلمه فكره. عليه. ايوه. خلي بالك أنا بشوف امهات اه ساعات، يعني مثلا بقى في تمرين او في حاجه، بلاقي بقى امهات جايه تقول لي بجد شكرا قوي احنا معلمين عليهم. بالظبط. انا بتبسط قوي لانه انا بجد حاسه بالمعاناه بتاعه ان انا قاعده مش فاهمه ابني واصحابه. الموضوع بيكبر. يعني لسه كانت واحده بعتالي بتقول لي انا ولاد صحاب يعني ابنها مم. جول لهم البيت، وبيقول لها على فكره مامتك دي دبليو. احنا نقف بقى يعني ايه دبليو؟ يعني الدبليو هما كانوا 3 حروف بقت حرف واحد لا ما دلوقتي. بيختصروا، مش قادرين، مكسلين اليومين دول شويه. اوكي. فقال لها الولد، قال لها على فكره اصحابي قالوا عليكي دبليو. قلت لهم يعني ايه دبليو؟ بيشتموني يا ابني. راح قال لا دبليو يعني دي حاجه حلوه، اللي هي وينر، يعني ست كفاءه يعني من الاخر. وينر. اه اوكي. عايزين يقولوا ان مامتك دي يعني لذيذه. امم. فلازم تبقى فاهمه، يعني ما ينفعش ما تبقاش فاهمه. فخلاص يعني فاهمه، يعني بقينا في عصر كده لازم ان انت تجمعي الولاد بيقولوا ايه عليكي وعلى بعض وعلى الناس كلها. صح. طب يعني من كلمة ل3 حروف أهو. لحرف، ايوه. الجيل اللي بعد كده هيشاوروا بقى بعد كده. اه. بقى هيشاوروا هيبربشوا. هيبربشوا فعلا. اه. صح. وبقى بلا انجليزي بلا عربي بلا ايوه اي حاجة، الدنيا هتتغير كتير. صحيح. طيب انا عايزة اسألك سؤال بقى، بما انك انتي ويعني في الليلة دي، تفتكري ايه الحاجات اللي ممكن تخلي في فجوة حقيقية بين الاولاد وبين امهاتهم، غير ان احنا نكون بس عارفين لغتهم او بنتكلم معاهم؟ يعني مثلا انت عارفه طبعا الجيل ده ليه متطلبات جديده امم. وليه احتياجات مختلفه، ممكن الحاجات دي نكون احنا ما بنفهمهاش. امم. فايه الريسيرشز اللي احنا المفروض نعملها؟ انا عارفه ان انت بتحبي تقري كتب كتير. امم. ايه الريسيرشز او ايه الحاجات اللي احنا لازم، او المنهجيات اللي احنا لازم نبتدي نطبقها في استخدام، يعني واحنا بنربي اولادنا او الجيل الجديد ده؟ بصي هو يعني الامهات دلوقتي غلابه قوي، ليه قوي. بقى؟ لان اه هو بجد الدنيا بقت سريعه جدا، والحاجات بتتابديت بسرعه قوي، بالظبط. واصلا الست مش فاضيه، يعني صح. هي الام اساسا مطحونه ما بين شغل، ما بين دروس، ما بين تمارين، ما بين بيت، ما بين اكل وشرب، حاجات كتير قوي قوي، مش زي زمان. يعني زمان كان هو يا دوب الشغل بيخلص 2 3، ده صح. لو بتشتغل، صح. والباقي قاعده في بيتها بتربي العيال. فدلوقتي للاسف الموضوع ما بقاش كده. فعشان اقول للست بقى روحي اقري اتعلمي تتعاملي ازاي، انا يعني ابقى مفتريه؟ صح. فانا معاك وحاسه احنا مم. كلنا مش اصلا مش ملاحقين. برافو. بس هو في حاجات احنا ممكن نتابعها بسرعة. مم. يعني عارفة مثلا لو بالليل اخترتي كده بودكاست تسمعيه، يعني كده في ودانك كده وانتي قاعدة في السرير قبل ما تنامي، وانتي رايحة في طريقك، تسمعي بودكاست وانتي ماشية، تسمعي تلخيص كتب، تسمعي اي حاجة كده اون ذا جو وانتي يعني خلاص في صح. طريقك وانتي ماشية، ممكن يساعدك. حاجة تانية ان انتي اصلا والله اهم حاجة تسمعي ولادك، تلاقي لك اي 10 دقايق في اليوم تقعدي فيها معاهم، مم. تسأليهم أسئلة يجاوبوكي، لو ما جاوبوكيش دوري وراهم. يعني بجد انت لازم يبقى عندك 10 دقايق بس، مم. يبقى في كواليتي تايم كده بينكم، صح. علشان تبقي حاولي تبقي مجمعه وفاهمه هم عايزين ايه. هم مختلفين جدا في كل حاجه، في اللبس، في قصات الشعر، في الشكل، في المزيكا اللي بيسمعوها، في الافلام، في الاغاني. الدنيا بقت ده ما بقوش عارفين حاجه خالص عن حتى الممثلين والمغنيين. لا لا لا. لا لا خلاص الدنيا اختلفت. صح. ف... فللاسف هي الست مشغوله قوي. بالظبط. عشان كده الحاجات السريعه هي اللي بتنفع. يعني دلوقتي الفيديوهات والريلز والحاجات اللي بسرعه دي، عشان كده تلاقيني حتى في الفيديوز بتاعتي انا ما بعديش دقيقه ونص ابدا، لا صح، ده حقيقة. لاني عارفه ان اصلا احنا مش قادرين نسمع. صح. فسكرول كده في الحاجات اللي ممكن تشدك وتسمعيها بسرعه وتتعلمي منها على قد ما تقدري. ده حقيقة. اصل مهم جدا ان احنا نكون قريبين للجيل الجديد ده، مش بس ان احنا يعني نكون اصحابهم. ما انت ممكن تبقى صاحبهم بس مش فاهمهم، لان هم بيتعرضوا لحاجات احنا مش بنتعرض لها، بيقابلوا ناس احنا مش ما نعرفهمش دلوقتي، ناس يعني ناس اصلا اونلاين، ودلوقتي الاي اي بقى داخل. فمهم جدا ان احنا نكون قريبين من ولادنا، نبقى عارفين هم بيفكروا في ايه، مين الدايرة اللي حواليهم، نعرف مصطلحاتهم علشان ما نبقاش بعاد عنهم ونبقى بالنسبة لهم NPC.
ايوه. شفتي برافو عليك. شفتي اتعلمت منك. فيروز، في معلومه يعني ممكن الناس تكون مش عارفاها، انت كنتي الصوت بتاع شركات الاتصالات، اه. الفويس اوفر بتاع احدى شركات الاتصالات. ايوه. فيعني دي كانت بالنسبه لي معلومه جديده مم. يعني. مم. ما تسمعينا حاجه كده من لا يعني مثلا أم، عفوا، لقد نفذ رصيدكم، يرجى إعادة شحن البطاقة. ده انت ده انت بجد. اه يعني لما تكلمي شركة معينة هتلاقيني اه انا اللي برد عليكي، يعني انا كول سنتر، هم عملوا كول سنتر AI، اه فانا بقى اللي برد وبقول وتعالى ولا دوس واحد، لا طب ده مش موجود وكده. فطبعا الناس كلها يعني الحمد لله بتشتمني وبتقفل في وشي، بس انا يعني مكملة انا عادي. مبسوطه جدا باصرارك باصرارك تبهرينا دايما يا فيروز. لا بس بجد انا يعني شوفي، انا عارفاكي بقالي فتره طويله. انا كنت اول مره اعرف ان انت ايوه. صاحبه الصوت ده، بالرغم ان يعني هو واضح، بس ما اعرفش ليه. اه ما لا هتلاقيني طالعة في حاجات كتير كده يعني اه اه. هو صوتك فعلا مميز. ما ربنا شاء الله، يخليك. الله اكبر، يعني دايما صوتك مميز ما شاء الله. طيب انا مش هينفع تكوني انت معايا النهارده من غير ما نلعب جيم صغير كده. يلا بينا. بس قبل ما نخش في الجيم ده، انا عايزه اسالك سؤال. انت شايفه الامهات دلوقتي، احنا كناس بنتقبل الام، او زمان كنا دايما بنشوف الامهات لازم تكون مثاليه، الام دايما اللي بتطلع الاولى، الام دايما المضحيه. انا اه. شايفه ان الجيل ده دي من ضمن مميزاته، عشان دايما ما نبقاش على طول حاطين بريشر ان الجيل ده صعب. لا انا شايفه ان الجيل ده بقى عنده، وانت صلحيني انا عايزه امم. اخد رايك في الموضوع ده، ان هم عندهم شويه مرونه، ان هم يتقبلوا ان الام دي بني ادم عادي خالص مش مثالي، بس دايما على طول بيسعى ان هو يكون لاحسن صوره ليه. انت بتتفقي معايا في الموضوع ده ولا لا؟ اه لا هو اصلا مفيش حاجه اسمها ام مثاليه ولا اب مثالي، مفيش انسان مثالي، مفيش حاجه اسمها كده. صح. بس هو الطبيعي ان الاطفال امم الصغيرين بيشوفوا امهاتهم السوبر هيرو وبيشوفوا باباهم السوبرمان، يعني دي حاجه طبيعيه. امم لكن هو مفيش حاجه اسمها ام مثاليه، لا زمان ولا دلوقتي ولا هيحصل في يوم من الايام. حسيت انه بيجلاريفاي قوي الموضوع ده زمان. لا هو الستات يعني او الام عامه بتبقى طبعا بتحاول قوي تدي ولادها، بتحاول قوي تضحي زمان بالذات يعني، امم تحاول قوي تضحي تيجي على نفسها عشان ولادها، تتعب قوي 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 عشان الولاد يبقوا مبسوطين، المهم انا كلوا انتوا وانا هشبع، والجو ده بتاع زمان يعني. للاسف الشديد م، حلو وكل حاجه، بس اثبت ان ده اكتر حاجه بيجي على الام. صح يعني الست دي بتتعب جدا، اللي صح هي بتضحي بحياتها تجاه اولادها وانا مش مهم، ده غلط جدا. صح دلوقتي بقى في نوع من الوعي اكتر شويه. بقى الست طبعا هي ام كويسه بتربي ولادها بتعمل لهم كل حاجه، بس انا موجوده. امم يعني ما هي هابي وايف هابي لايف صح معروفه. اه يعني انا لو واخده بالي من نفسي، واخده بالي من صحتي، واخده بالي من اهتماماتي، صحابي، رياضتي، يعني اي حاجه بتفرحني امم وبهتم بنفسي، انا بجد ببقى في نفسيه اسعد وببسطهم. صح دي حاجة معروفة. صح. فعشان ابقى ام مثالية واجي على نفسي، لا ده مش يعني مش صح خالص. والمجتمع بقى يتقبل ده دلوقتي اكتر من زمان. طبعا لان الدنيا بقى في وعي اكبر، بقى في تغيير. يعني ما استفدناش حاجة وانا امي افنت حياتها وفي الاخر مرضت وعيت صح وماتت بدري وسابتنا طب ما احنا ما استفدناش حاجة. صح فاهمة؟ صح بالعكس، انت كل ما تاخدي بالك من نفسك، كل ما تحبي نفسك اكتر، كل ما تهتمي بصحتك بحياتك باهتماماتك بهواياتك، هتلاقي نفسك مبسوطة وهتلاقي صح ولادك صح مبسوطين. هم مش فارقة معاهم خالص على فكرة ان هم يرجعوا يلاقوا البيت بيرفكت والاكل معمول اشكال والوان وكل حاجة حلوة، وفي الآخر أنتِ مش طايقة نفسِك وتعبانة ومضغوطة. امم هو مش فارقة معاهم ده، هم فارق معاهم ييجوا يلاقوكِ بتضحكي معاهم، صح يلاقوكِ بتلعبي، امم يلاقوكِ بتلبسي زيهم وبتهزروا وبتنزلوا وبتروحوا ما أعرفش تخرجوا، يبقى في quality time ما بينكم، والله ده اللي فارق، حتى لو مش عاملة أكل، مش فارقة معاهم خالص. إحنا للأسف زمان امم اتربينا على معايير معينة، بس هي دلوقتي اتغيرت. صح. انا مبسوطه جدا من اللي انت قلتيه ده دلوقتي بجد. يعني يا جماعه مش لازم نبقى فعلا نجلوريفاي فكره الام المثاليه، لان فعلا ده مش واقعي ومش هيحصل. اهم حاجه ان احنا نكون قريبين من ولادنا، نكون فاهمينهم، عندنا كواليتي تايم معاهم، ده فعلا اللي هيفرق معاهم وهيخليهم عندهم نفسيه سويه. والجيل ده اصلا واقعي، يعني هو اكسبوزد قوي، فهو عارف الحاجه الواقعيه، عارف الحاجه الفيك، عارف الحاجه اللي هي المثاليه زياده عن اللزوم. فدي ميزه حلوه على فكره في الجيل ده. أيوه دي حقيقة. طب نرجع بقى للجيم بقى بتاعنا. للعب دي يلا بينا. اهم حاجه بقى. بصي انا جايبه لك شويه اسئله او شويه اه كلمات. ربنا يستر. عايزين بقى ايه، نستغل فرصه ان احنا معانا الراعيه مم. الرسميه لحمله اعرف ابنك وعلم عليه، وهنعلم عليه.
عايز اسالك اول كلمه سلي معناها ايه؟ اصلي يعني كول يعني حلو جامد، او مثلا ثقة بالنفس، يعني سلاي اللي هو تمام انا جامدة يعني، فاهمة؟ مش عارفه، انا حاسه انها كلمه دمويه قوي. مش عارفه ازاي بقت كده. طيب كاب. كاب يعني بقول الحقيقة، بقول الصدق. كاب. كاب. لو بتكذبي يبقى نو كاب. اوكي. اه. نو كاب. يعني بقى عندنا الكلمه والنفي بتاعها كمان. لا جيل مش سهل. لا لا لا، وده بقى بيستخدم مع جين زي ولا جين الفا؟ الاتنين. الاثنين. اه. الميلينيال بره الموضوع ده لا خالص. احنا احنا غلابة غلابه يعني. قوي. احنا غلابه قوي. طب ساس. ساس يعني suspicious، ما هما بيقصوا بقى الكلام suspicious اللي هو اوكي. يعني مريب بقى وغريب شوية، يعني مالك كده حبيبي فيه يعني، فاهم؟ فبقت ساس. ساس. طب هو كل الكلام بالانجلش؟ يعني هو مفيش كلام، احنا بقى احنا فين ثقافتنا في الموضوع بصي ده؟ هو في طبعا يعني معظم الكلام بالانجلش صراحه، يعني اوكي. كل الناس بتدخل دلوقتي الانجليش في النص، بس في ناس ما بتستخدمش الانجليش وبتستخدم كلمات عربي برضو غريبه جدا، زي مثلا طرش. ايوه ايوه، دي بسمعها كتير. ايوه. اللي هو انت جامد طرش يعني، اللي هو فاهمه؟ جامد جدا. اللي هو قوي يعني، اه فاهمه؟ قوي. في مثلا زي دمج اللي بيقولوها دلوقتي ما انا كنت دي، لسه اسالك عليها. ودي حتى انا يعني كنت عامله عليها فيديو قريب، انه يا ريت ما نستخدمش الكلمه دي يا جماعه مع الولاد، لانه انا لما اجي اهزر معاك اقول لك انت عيل دمج، مم. ده معناه انت غريب او مش طبيعي، يعني بقل منه شويه. بس دي الحقيقه هي مش اي حاجه في الدنيا غير ان هي نظام تعليم للناس اللي قدراتها يعني عندها قدرات خاصه او كده، فبيحطوهم مع بعض في نظام تعليم اسمه دمج. فعلا. فهم جابوها من هنا، اه. ولكنها كلمه اصلا مش ريليفنت اساسا ان احنا نقولها لبعض، ومش صح وبتجرح ناس كتير قوي. طب حلو جدا، حلو ان انت قلتي المعلومه دي. انا كنت فاكراها كلمه حلوه. لا لا خالص. يعني دمج، اللي هي تحسي بقى ان احنا حاجه بنندمج مع بعض، ما ده بنندمج. معلش اه. تفكير بليه. اه. احنا غالبا. احنا غلابه قوي فعلا ايوه. فعلا. طيب عايزه اسالك كلمه لت. اه. ايه لت دي؟ يعني ايه؟ لت يعني برضو يعني جامد يعني، او حلو، فاهمه؟ اه. يعني برضو بالحاجات هي فعلا البوزيتيف يعني. جامد هي. اه. اه. صح صح. طب فليكس. فليكس بقى دي، لا دي حلوه دي، اللي هي إيه؟ بقى انت مثلا جايه بتفليكسي علينا انت. بتفليكسي اه علينا. انت يعني عشان لابسه حلو بتفليكسي علينا، يعني لو تتمنظري علينا لا انا على بتشوف. فكره تيمي بكره. انا بصوا هحط عليكم. هتفليكسي عليهم. بصي لا وهتكلم معاهم بلغتهم عشان هم برضو ابتدوا يحسوا ان اه انا اوت ديتد برضو. لا انا جايه لكم بكره يا جماعه، معايا قاموس ومعايا هعلم. المرجع. هحط عليكم. لسه بيقولوا هحط عليكم ولا يعني اتغيرت؟ هعلم عليكم بقى، احط دي برضو. ما بقتش. يعني مش قوي بقت اوت ما. ديتد. بتفليكسي بس كنا صغيرين على فكره في الروز على الكلام ده. حصل. حصل. يعني احنا الجيل الجديد ده هيقول علينا بقى زي ما احنا كنا بنقول على زمان يا نينا وصدقيني. هو للاسف الشديد انا لقيت، انا عشان التيك توك طبعا هو شباب اكتر، فلقيت ناس كتير قوي بتبعت لي على التيك توك ايه؟ يا طنط ما اعرفش طنط ليه يا حبايبي انت بقيتي يعني؟ طنط؟ ما انا مش طنط، انا ما معاكوا انا مش حاسه ان انا كبرت، ما انا بس هم حاسين واضح. طنط. للاسف. والله العظيم اللي حوالي طنط حر. انا بقول لكم اهو. طنط. احنا بقينا طنط. هي مشكلتنا بجد احنا مش حاسين ان احنا كبرنا، والله احنا فعلا حاسين ان احنا لسه صغيرين، بس واضح ان يعني في نظرهم احنا كبرنا، بس احنا مش هنصدقهم. هو ده هيجيبني الكلمه التانية دولولو. ايوه احنا في دولولو الدلولو. طبعا. دلولو يعني delusion، اه. يعني وهم، يعني انا موهومه كده ان انا صغيره يعني انا في الدلولو. في الدولولو. انا في وساعات الدولولو يا يقول لك جماعه. دلولو is the سلولو. دولولو از ذا سولولو. يعني الدلولو is the solution، هم كل حاجه بيدلعوها سولولو. او بيصغروها او كده، السولولو. فيعني معناه بقى انك تبقى في وهم هو اللي ايه، او تبقى في الطراوه يعني هو الحل. اه. الدلولو is the سلولو. دولولو از ذا سولولو. والله لذيذ. طب انا عايزه اسال سؤال معلش، الناس اللي يعني ورا الكاميرا، انتوا جيل ايه؟ انتوا معانا؟ مش عارفين الكلام ده انتوا مش عارفين اخر التسعينات؟ يعني انتوا معانا. طب حلو جدا الكلام. زينا يعني. طب حلو. مستغربين فعلا كلنا. الحمد لله احنا مش لوحدينا. تخافوش لو حسيت انك مش فاهم، انت مش لوحدك. بس هي حاجه جايه علينا لازم بس نستعد طب ما لها. تقولوا لنا كلام من اللي انتوا بتقولوه جديد. احنا ما نعرف، احنا يعني ما اعرفش ما بتقولوش حاجه، قولوا لنا كلام، اي كلمه جديده كده احنا مش بنستخدمها. احنا فشخ بالنسبه لنا حاجه كبيره ده انتوا أوه. معانا يعني، لا خلاص دول تبعنا تبعنا. ده انا فاكره ان انتوا صغيرين لا، بقى ده زينا تبعنا. وكده. طب هيك حلو. الكلام ده اكتر للناس اللي لسه في مدرسه، اللي يعني الفا وانت جايين. طالع شويه يعني، فاهمه؟ لا ده اصلا ده لسته كبيره. احنا قبل الالف على طول. لا ما بلوك سنة. انتوا معلش خليكم معانا بقى. انتوا معانا. انتوا معانا. هنعلم على الجيل ده، هنعلم مش هنسيبهم. طب سمب. سمب ده مش عارفين سمب؟
دي شتيمه. اهو بص عارفه حاجه، انا كنت متاكده انتوا هتعرفوا دي على فكره. سيمب يعني نرد زي نرد كده عندي، لا. صح؟ مش زي نرد كده سيمب. برضو ثانية يعني ايه؟ ايوه لا، والله مش عارف سمب. عارفه والله يعني ايه سيمب؟ لا سمب، سمعتها بس مش عارف. سمب هو الواحد المدلوق على البنات. والله اه بقى سم. سمب يعني مدلوق على البنت، يعني مموت نفسه قوي عشان واحده وهي غالبا حلقاله. اوكي. اه فهو ده السمب بقى. طب والبنت؟ جايه منين الكلمه دي بقى؟ لا ما اعرفش، يعني ما تسالنيش اسئله انا ما اعرفهاش، بس هو ده خلاص بقوا بيستخدموها للاسف. طب ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لا احنا محتاجين ده. بصي أيوة. كتاب. كتاب ماما. كتاب. على فكره كنت بعمل مراجعه اسبوعيه كتاب. عندي على البيج بكلمه ومعناها عشان الناس ما تنساش. لا احنا محتاجين كده طلبوا مني اعملي مراجعات بالظبط. انا كمان امبارح كنت بقى بحضر فلقيتك عامله حاجه حلوه قوي. إيه؟ هو الموضوع ما وقفش عند الكلام، الايموجيز. ايوه الايموجيز مختلفه الإيموجيز. عننا. ايوه آه. يعني احنا مثلا انت كواحده ميلينيان جميله قد الدنيا بتبعتي لحد مثلا انك لو بعتلك جمجمه هتفهميها ايه انت عايز تموتني. مثلا، او رعب او خطر. بتاع. اه لا جمجمه دلوقتي يعني حاجه بتضحك قوي، يعني هموت من الضحك فاهمه. ايوه ايه اللي يضحك في لما الجمجمة؟ عايزه اقول لك كول او مش عارفه ايه ببعت لك. دي اتلغت خالص، دي انت يا عارفه شيخ، كده. لا. دي عيب، دي ما نعملهاش. عيب ليه؟ ايه ده انت قديمه او كرنجي. انا عارفه دي كرنج دي. كرنجي يعني قديمه او ملزقه كده. احنا كبرنا امتى؟ انا بس عايزه لا هو دلوقتي في مصطلحات جديده كده ما حدش عارفها غير جيل معين كده، يعني لمين بعض وقافلين على بعض وبيتكلموها. لا احنا هنقتحم. ايوه احنا هنقتحم الجيل ده. شفتك برضو حاطه على البنت اللي بتحط مانيكير، دي بالنسبه لي العايقه. إيه؟ لا دي معناها سلاي، اللي هي كول يعني. دي بنات ولاد ولا بنات بس؟ غالبا بنات بيستخدموها، يعني دي اللي هي سلاي كده. يعني عايزه بدل ما اقول لك بقى كول وسلاي، او مثلا اقول لك شفتي بقى انا عملت حاجه وطلعت صح، فثقه في النفس بقى، فراح عامله لك ايموجي المانيكير ده. بجد صعبتوا علينا الدنيا يا جماعه. الدنيا بقت صعبه قوي. طب دريب؟ دريب يعني واحده ستايلش قوي. دريب اللي هي دي عندها دريب حلو قوي، يعني بتلبس حلو كده. ستايلش. احنا كنا بنقول عليها ايه دي؟ روشه. روشه. هو انا لو دخلت على ولاد اختي قلت لهم روشه وروش طحن؟ لا 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 مش حلو. ده انا كنت مشغله اغنيه لباك ستريت بويز عادي. باك ستريت بوي حلوين. جداد لسه ما بقالهمش. حلوين. فبنتي قاعده بتسمع انا بقى مندمجه قوي وفرحانه وباك ستريت بقى. قالت لي الاغنيه دي كرنجي قوي. كرنجي؟ قلت لها باك ستريت بويز كرنجي. دي بتغلط في الثوابت. ده كان على ايامنا يعني احنا جامدين قوي عشان نعرف. هي بالنسبه لها لا ايه ده. حاسه ان الزمن بيعيد نفسه. برضو امي لما كانت تسمع فريد الأطرش كنت ابقى متضايقه قوي. ايوه دي كنت حقيقه. متضايقه جدا. بس احنا كنا عارفين، يعني احنا كنا عارفين فريد الأطرش حتى لو مش عاجبنا، بس احنا عارفينه وعارفين ام كلثوم وعارفين عبد الحليم وفاهمينهم وفاهمين اغاني. لا هم مش عارفين اصلا الحاجات دي، يعني بالنسبه لهم ايه ده. اوكي. فاكره زمان كان عندنا قاموس، فاكره القاموس الديكشنري. فاكره الياس. ايوه لا انت فاكره بقى الاصفر الاجنده بتاعت التليفونات، دليل التليفونات. فاكراها جدا. دي بقى كنا نقعد ندور يا عيني ونبحث بالحروف الابجديه. والله احنا كنا غلابه قوي. دلوقتي تشات جي بي تي بقى اساليه سؤال ينزل لك بكل حاجه. ده فظيع في ثانيه. ده فظيع. ايوه ولادك عرفوا تشات جي بي تي ولا لسه؟ طبعا بجد. بيطلبوا منه بقى حاجات، واعمل لي صوره كذا واعمل لي معرفش ايه لا الموضوع. لا ده الجيل ده الموضوع افور افور جدا. طب وانتي كأم شايفه الموضوع ده ازاي؟ بتخافي فكره ان الاولاد دلوقتي بقوا لهم اكسس على الاي اي؟ خايفه؟ لا طبعا، لانه هو الموضوع مفتوح جدا جدا. أوكي. فانت عايزه تلحقي بقى، تروحي بقى على مش عارف لعبه ايه اللي بيلعبوها، تقفلي زرار الشات عشان مش اي حد يكلمهم من بره، تروحي على لعبه ما اعرفش ايه، تعملي البارنتال كنترول علشان تاخدي بالك ايه الاعلانات اللي بتطلع لهم. تراجعي بقى وراهم، ما هم مش عارفين بقى ان انا بفتح بقى اشوف. بس انا براجع وراهم بقى، افتح بقى اشوف بيقولوا ايه للتشات جي بي تي، بيطلبوا ايه من مش عارف مين. برافو. ما انا لازم اشوف، ما هيخلي بالك كارثه طبعا. يعني احنا برضو كنا غلابه قوي، احنا كانش عندنا الكلام ده كله. لا. احنا كان اخرنا صاحبتي في التليفون تكلمني، ده مصدر المعلومات بتاعتي، ومامتي ترفع السماعه من الناحيه الثانيه. ايوه صح. وانت عارفه مين الام دي، وعارفه البنت دي ساكنه فين في الحته، فانت عارفه كل حاجه. فدلوقتي ما فيش، دلوقتي كله وبعدين الابلكيشنز اختلفت. صح. يعني احنا خلي بالك قاعدين على الفيسبوك، هم اصلا انت فيسبوك
يا خبر ابيض. انا خدت بالي ان الفيسبوك بقى اوت مفيش حاجه اسمها فيسبوك انا خدت دلوقتي. بالي والله. لا فيسبوك ايه ده؟ ايه بقوا بيستخدموا قديمة ايه أوي. بقى لا دلوقتي؟ بيستخدموا حاجة يعني كده كده هم بيستخدموا انستجرام اه والتيك توك طبعا هم قاعدين عليه عايشين حياتهم. وبقى في سناب شات ومش عارف حاجه يعني بقى بصي حاجات كتير قوي كده قعدوا يقولوها لي. بس هي دلوقتي اكتر حاجه السناب شات والتيك توك يعني اكتر حاجات واخده منه حياتهم. لقيت بنت يعملوا بقى اختي، ستريكس كنت لبعض لسه هقول لك على الستريكس. بنت اختي جايه تقول لي صاحبتي مش عارفه عملت 5 ستريكس. ايه الستريكس دي؟ ستريكس ده اقعد ابعت لك، انا ابعت لك صوره مثلا او آه. فيديو وانت تبعتي لي صوره او فيديو لمده 3 ايام. اول ما نكمل 3 ايام ورا بعض بنبعت يبقى احنا كده عملنا ستريك أوكي. مبروك. فيظهر لنا بقى رمز الشعله كده ان احنا عندنا ستريك مع بعض 3 يعني 3 دايز. كل يوم اقعد ابعت لك وتبعتي لي ابعت لك تبعتي لي الايام تزيد الستريك يزيد ما بيننا لحد بقى ما نوصل لكتير قوي. شوفي انت بقى وعمرك ربنا يوفقك. فتيجي حد بقى تقفش على واحده طب انا بوظ لك الستريك مفيش ستريك خلاص. فانا لو قعدت يوم ما بعتلكيش الستريك باظ. ده عقاب؟ ايوه ده تلاقي مثلا واحده جايه بتشد من بنتها الموبايل اه فتقول لها مفيش. لا طب استني بس سيبولي بس 5 دقايق عشان الستريك ما يبصش ابعت لها حاجه يعني في الموضوع مهم جدا. العقاب بقى ديجيتال. العقاب بقى ديجيتال. ايوه طب وده ايه اثره نفسيا على ان انا بوظ لحد الستريك؟ ايه اللي يعني خلاص بقى الستريك بتاعك وقع ما بقيناش ما صحاب قوي هنبدأ يعني. ما بقيناش صحاب. يعني مثلا يرضيكي بقى نهى ودينا عندهم ستريك 500 وانا وانت عندنا ستريك 300 هما كده يحبوا بعض اكتر بجد؟ يا جماعه الموضوع بقى صعب قوي يا جماعه الموضوع. طب انت هتعملي حمله تانية؟ طب احنا كده يعني احنا عايزين نطور من الحملات. نعمل ايه بقى الحمله الجايه؟ احنا عايزينها بقى تبقى ديجيتال بقى. احنا عايزين نخش بقى في الحاجات الديجيتال اكتر زي العقاب الديجيتال. يعني انت دلوقتي قلتي لي على طريقه اقدر اعاقب بيها بنت اختي. أيوة. انا خلاص كده ستريك هبوظ لك الستريك خلاص. انا أيوة. خلاص عرفت انا هعمل ايه. ايه تاني بقى ممكن نعمله غير الستريك؟ في حاجه جديده ظهرت؟ لا ما احنا وراهم بقى. احنا هنقعد بقى ان كده نفهم ايه اللي بيحصل لحد ما نشوف هنعمل ايه في حياتنا معاهم. انا هفضل متابعاكي لغايه لما اعرف كل جديد كل جديد عشان هعلم عليهم. انا خلاص خدت الانيشيتيف دي خلاص. مع انا تحيات معاكي حملة اعرف ابنك وعلم بالظبط. لا قوليها تاني. عليه. مع تحيات حملة اعرف ابنك وعلم عليه. هنعلم عليهم كلنا. هنعلم عليهم بجد. طب والامهات رايهم ايه في الحمله دي؟ يعني انا واحده من الناس شايفه الحمله دي عظيمه. لا الامهات بجد مبسوطين قوي والله يعني فعلا. يعني انا مبسوطه ان انا يعني بعمل حاجه تساعدهم. يس. لان انا كنت الاول بقعد مش فاهمه عادي زيهم. بعدين لحد ما حسيت انه يا ابني يا حبيبي يعني الكلمه دي لحد ما فهمت بقى ان في عالم تاني. فلما حسيت بمسؤوليه بقى ان انا أيوة. لازم اقول للناس معايا. ايوه فعملت بقى الفيديوهات دي قلت اقول للناس. لقيت الستات يا حرام شايله جواها لا ما أوي. كناش فاهمينها. ولا يبقى واحده بعت لي ربنا يخليك انا علمت عليهم. وواحده فرحانه بتروح بقيت اعرف اتكلم مع ابني وبقى منبهر بيا. يس. فالامهات مبسوطين قوي. اللي مش مبسوطين بقى الولاد. الولاد مين بقى؟ الشباب بقى اولادهم يعني. الابهات؟ لا الاطفال الشباب المراهقين. ايوه احنا خلاص علمنا عليهم. مش مبسوطين بقى خالص. يقعدوا يبعتوا لي بقى تهديدات على تيك توك هنقفل لك الاكونت بتهزري هنعمل لك ريبورت او بتهزري. سيبينا في حالنا. الاقي بقى بيقعدوا يبعتوا لي حاجات كده. اوكي لا ده جميل قوي. انت دلوقتي تحت التهديد. بقيت عدوتهم خلاص بقيتي عدوه بقى خلاص. لا بجد مش عارفه اقول لك ايه بجد. استمري. هو كده صاحب الرساله دايما بيبقى يعني دايما ايوه هي دايما معروفه. بس لا بجد استمري. انا مبسوطه جدا من المحتوى. مبسوطه جدا ومتابعاه. وعجبني كمان ان انت على طول بتطوري فيه. هو مش كلام بس يا جماعه ده بقى ايموجيز. وبعد الايموجيز بقى فيه العقاب الالكتروني الستريك. لو عايز تضايق اي حد بوظ له الستريك بتاعه. خلاص كده احنا عرفنا. خلاص ومكملين لغايه لما نعرف كل حاجه جديده ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله باذن الله. بجد بشكرك جدا. أنا حلقه كمان. مختلفه قوي. انا مبسوطه جدا بيها ومبسوطه جدا انك انت نورتيني النهارده. انا كمان مبسوطه. ولو انتوا وصلتوا معانا لغايه دلوقتي ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. وقبل ما ننهي الحلقه انا عايزاكي تنهيها بطريقتك المميزه جدا يا فيروز. باي. باي.